السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ طمنوني عليكم، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. اليوم جايب لكم طبعا قصة إدريانو ليتي ريبيرو، اللي هو معروف إدريانو لاعب الإنتر السابق. خلونا نتكلم عنه على السريع. إدريانو كان لاعب ممكن يكون أفضل عن رونالدو الظاهرة إذا تكمل على نفس المستوى. كان لاعب خرافي، تسديدات يعطيك، قوة بدنية عنده، لاعب خرافي، جسم خرافي، سرعة خرافية، سكيلز من الآخر يعني. لكن هو خلونا نبدأ من أول بداية. هو مواليد 1982. حلو. اللاعب لعب يعني أشهر فريق لعب فيه اللي هو الإنتر، وأبدع فيه إبداع خرافي. بس اللاعب ابتدى يميل إلى الدمار عقب وفاة أبوه. طبعا توفى أبوه، فاللاعب اتدمرت نفسيته واتدمرت حياته. فبعد وفاة أبوه اتدمرت نفسيته واتدمرت حياته، وبدأ يعني يتعاطى، وبدأ يشرب الكحول بكثرة زيادة، وبنات وملاهي. يعني اللاعب ابتدى حياة دمار، وبدأ بالفقر وانضم إلى عصابات. طبعا بعدها فترة يعني اصطلب مثل ما يقولون. فاكتبونا في الكومنتس، هل تابعتوا إدريانو قبل واستمتعتوا في لعبة؟ هل كنتم متوقعين انه يروح بعيد او لا؟ سلام، هذه قصتنا لليوم.